السلام عليكم متابعي قناة مطبخنا الشامي، صباح الورد للجميع. اليوم راح نحضر مع بعض بسبوسة الكاروهات. هات شكلها، شايفين عن جد طعمها ولا أطيب. هي قوامها من الداخل وهي لونها من الأسفل. وصفي ولا أروع. لهالوصفة راح احتاج للمكونات التالية: لكوب ونص من السميد، انا عم بستعمل سميد حبي وسط. عندي هون كوب من مبشور جوز الهند. من زيت المعزولة راح اخذ مقدار نص كوب من الدقيق الابيض متعدد الاستعمالات. 3/4 الكوب من السكر. ممكن يلي بيحبوا بنسبة حلا اكتر يضيف كوب كامل من السكر. عندي هون علبتين من القشطة، رشي من الملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الفانيليا، 3 حبات من البيض. وما ننسى انه وصفتي بحاجة للشيرة او القطر. هي كل مكونات وصفتي. وقبل ما نروح مع بعض لطريقة تحضيرها، بتشكركن كتير لتعليقاتكن الرائعة على وصفاتي، وبتمنى من يلي لسه ما اشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس حتى يوصلوا اشعار بكل وصفة جديدة انا بنزلها. وهلأ يلا مع بعض بالصوت والصورة لنروح لطريقة التحضير. هلأ بالبداية نزلت البيض. بوعاء، ورح ضيف معلقة من الفانيليا، ورح ضيف كمية السكر 3/4 الكوب من السكر، ورح اضرب هالمكونات مع بعضهم. المزيج صار عندي رغوي. هلا رح ضيف نص كوب من زيت المازولا، وهلا رح استمر بخفقه مع باقي المكونات. هلا رح ضيف نص كوب من الدقيق الابيض متعدد الاستعمالات مع رشة صغيرة من الملح، ورح اضربهم مع المكونات السابقة. هلا رح ضيف 1.5 علبة من القشطة، ورح اترك نص علبة لحتى خطط فيها وجه البسبوسة. هلا انا عم بستعمل 1.5 علبة من القشطة ضمن البسبوسة، ونص علبة لتخطيط وجه البسبوسة. ممكن نستبدل علبة بلبن زبادي، وعلبة وحدة بنستخدم نصها ضمن البسبوسة مع العجينة، والنص الثاني بنخطط فيه الوجه. هلا رح اضرب القشطة مع المكونات السابقة. هلا بعد ما ضفت 1.5 علبة من القشطة، المزيج صار معي مثل ما شايفين مزيج تقريبا سائل، اخف من مزيج الكيك. هلا رح ابدا ضيف البيكنج باودر للسميد ونزله على هالمزيج مع التقليب. هلا رح ضيف معلقة من البيكنج باودر على السميد، رح حركهم. وهلا رح ابدا اضيفهم على مزيج البيض السابق. وهلا رح ابدا اضيفهم على مزيج البيض مع القشطة بهالشكل هاد. رح ابدا اقلبهم. وهلا اخر مرحلة بالمواد الجافة، جوز الهند عبضيفه شوي شوي مع الاستمرار بالتقليب. هاي المزيج شايفين هاي قوامه. هلا راح ضيف كمية جوز الهند كلها، وبعدين بننتقل مع بعض للمرحلة التالية. مزيج البسبوسة صار عندي بهالقوام هاد بعد ما ضفت كل كمية جوز الهند. انا عندي هون صينية بقطر 40 سنتي، دهنتها بنسبة بسيطة من الزيت.
ممكن ندهنها بسمنة أو بطحينة أو بزيت. هلأ رح نزل هالمزيج بقلبها ورح وزعه على مساحة الصينية. هلأ رح دقها بهالشكل هاد لحتى تاخد نفس السماكة من كل الجهات. هلأ أنا هون عندي كمية القشطة، نص علبة من القشطة رح أبدأ أوزعها. هلأ بعد ما خططتها بالقشطة بهالشكل هاد رح دخلها على الفرن يلي أنا مشغلته مسبقا على درجة حرارة 180. أنا مشغليه بس من الأسفل. رح حط الصينية بمنتصف الفرن وبس حواف الصينية حواف البسبوسة أخذت لون ذهبي. رح طفي من الأسفل وشغل بس من الأعلى لحتى تاخد لون. بعد هالمدة بلتقيكن من جديد ومنشوف النتيجة مع بعض. طالعتها من الفرن أخديت هاللون الحلو هاد، شايفين لونها ذهبي. هلا رح سقيها بالقطر. عندي القطر بارد والبسبوسة سخنة وهلا عم سقيها بالقطر. هلا بعد ما سقيتها بكوب ونص من القطر رح اتركها لحتى تبرد ونشوف بشكل كتير انيق وطعم ولا احلى. كانت وصفتي لليوم حضرناها مع بعض بمكونات بسيطة وخطوات سهلة كتير. بتمنى وصفتي تكون نالت اعجابكم. خلينا ناخد قطعة ونشوفها. هاد شكلها من الداخل. هاي لونها، خلينا نشوف لونها من الطرف الثاني. هاي لونها رطبي من الداخل، هاي لونها من الأسفل، وهاي لونها من الأعلى. عن جد طعمها ولا أطيب، شكلها ولا أحلى. بتمنى وصفتي تكون نالت إعجابكم. بتمنى تجربوها على طريقتي. إذا عجبتكم وصفتي وحابين تتابعوني على قناتي مطبخنا الشامي، لا تنسوا اللايك على الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى دايما يوصلكم كل جديد. انتظروني بوصفة جديدة.